لا لا لا، الموضوع بسيط. طيب انا مش هقول لك ما تاكلش ولا ما تشربش ولا ما تعيش ولا ما تموتش، لا لا، انت مش مؤمن بوجود ربنا وكافر بيه، خلاص اوكي. وانا ممكن ابقى او هكون اول واحد معاك، بس بشرط. ليه شرط واحد بس؟ تقدر تسمي نفسك الله؟ تقدر تسمي ابنك او اي حد او اي شيء بتمتلكه اسم الله ولو على سبيل السخرية؟ تقدر؟ الله سبحانه وتعالى اللي انت مش مؤمن بيه واللي انا مؤمن بيه قال ان ده مش هيحصل. هل تعلم انه سميع؟ تحدي هو موجود جوانا. تقدر؟ اعملها مرة واحدة وهكون اول واحد معاك. صدقني هكون اول واحد معاك، هكون اول كافر معاك. اطلق بس على نفسك اسم الله او على اي شيء بتمتلكه. التحدي موجود اهو، وسهل جدا وبسيط. للناس اللي بتقول ان الله مش موجود، العملية بسيطة وسهلة جدا. الله اللي انتوا بتنكروا وجوده بيقول لكم مش هتقدروا ولا حد هيقدر يطلق على نفسه اسم الله ولو على سبيل السخرية. تقدروا انتوا تعملوا كده؟ الله اسم من 3 حروف، ألف لام هاء. زي لا إله إلا الله، اسم من 3، برضه جملة من 3 حروف، ألف لام هاء. والجملة ديت والاسم دوت هما اللي بيتنطقوا باللسان بس. الله لا إله إلا الله في كل لغات العالم. والإنسان لما بيموت آخر حاجة بتموت فيه أو من آخر حاجة الأعضاء هي اللسان. ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان تلحق تقول رحمة من الله اللي انت ما بتؤمنش بيه. طيب قادر تعمل بقى اللي هو الامر دوت، انا هكون اول واحد كافر معاك بدون انفعال وبهدوء. هقول لك انت عندك حق، تقدر تعمل ده. انا اللي هقول لك لا ما تاكلش ولا ما تشربش ولا ما تعيش ولا ما تموتش. طالما انت مش مؤمن بيه المفروض ما تعملش دول. لا لا لا، انا طلبت منك الامر ده، تقدر تعمله؟ لو قدرت تعمله انا هكون اول واحد معاك. بس ده لو، لان استحالة يحصل.